مش عارفة أتغزل في الأكلة دي وأقول عليها إيه، لأنها بتنجزني في الأوقات الصعبة وحيرة أكل كل يوم، وبجد الأكلة دي من أكتر الأكلات اللي بحبها جدا جدا ومشبعة جدا وكمان مغذية. سندوتشات اللحمة المفرومة بالمشروم والطعم خطير. أول حاجة جبت الوok وحطيت فيها شوية زيت صغيرين لأن اللحمة اللي عندي فيها دهون، وهبتدي أشوح اللحمة المفرومة بالشكل ده. أكون محضرة عندي الخضار، البصل مقطعاه جوانح وكمان الفلفل الرومي والمشروم، عايزة تحطي فيها فلفل حراق زي ما انت عايزة. وأول ما اللحمة كده تغير لونها هنزل بالبصل وهبتدي اللي أنا أقلب كده لحد ما يدبل تتبيلة بسيطة. أنا بحب البصل يبقى مقرمش ما يبقاش دبلان قوي أو متحمر قوي، وهنزل عليه بالفلفل الرومي وهبتدي أقلب بقى كل ده مع بعض، وأحط كمان عليها فصين توم مفرومين، بجد بيديله برضو نكهة وطعم حلو قوي. عايزاكم بقى تقولولي اتغديتوا ايه النهارده وايه الاكلات او السندوتشات اللي انتم مميزين بيها، والسندوتشات اللي بتنجز معاكم وقت زنقه. واول ما اشم كده ريحه التوم هبتدي ان انا ابهرها، حطيت توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل وكمون وشوية بابريكا، ولو عايزة تعلي التست بتاعها لو عندك سماق حطي برضو حبة صغيرين بيديله طعم حلو قوي. وهبتدي اقلب كل ده مع بعض. عايزة اقولك بجد ان الريحة كانت خطيرة والطعم خطير، بجد تحفة تحفة. انتوا لازم تجربوها بالطريقة دي، بجد هتعجبكم جدا. واول ما تحسي ان كل حاجة كده استوت ودخلت مع بعضها، اخر خطوة خالص انزلي عليها بالمشروم. المشروم بيديها قيمة غذائية وكمان بيزود معاكي الكمية وبيديها كده طعم حلو قوي. انا عن نفسي بحبه جدا. عايزة اقول لكم ان دي من اسرع وانجز الاكلات اللي انا ممكن اعملها. ساعات كده ببقى قاعدة مش عارفة اتغدى ايه، او ببقى مش في مشوار يعني وراجعة ومش عارفة هتغدى ايه، او نسيت اطلع حاجة، هوبا بطلع اللحمة المفرومة بحطها في الطاسة وهوبا اديها تشويحة كده بسرعة على شوية بصل على شوية بهارات على شوية فلفل على شوية مشروم وكتريها كده وكله ألف هنا. اوقات كتير بحطها على المكرونة او اوقات كتير بعملها سندوتشات بالشكل ده، وبجد بيطلع طعمها تحفة ومشبعة جدا. حطيت بقى عليها كده من فوق الوش موتزاريلا او جبنة مبشورة على حسب ما انت عايزة، وممكن كمان تفتحي العيش وتحمصيه كده في الطاسة، بس انا ما حبيتش بصراحة اعمل كده لان ما حبيتش اهلك مواعين كتير، فقلت اعمل سندوتشات واللحمة المفرومة في الطاسة. بحاول على قد ما بقدر في الشتاء بالذات ما استهلكش مواعين كتير، علشان بقى انتوا عارفين بقى المية والغسيل وكده، يعني بوفر يا النهاردة وفرت حاجات كتير، وفرت صحة ووفرت غسيل استهلاك مية واستهلاك صابون، وكمان ايدي هتبرد بقى هبتدي ان انا افتح الدفاية بقى وادفي نفسي وكده، فوفرت كهرباء. انا بهزر مفيش حاجة اسمها توفير ولا حاجة، احنا بنحاول على قد ما نقدر اللي احنا منستهلكش مواعين كتير. حطيت بقى الجبنة الموتزاريلا وابتديت اللي انا اوطي عليها خالص وقفلت عليها بغطا محكم علشان انا عايزة بس الجبنة تسيح. واول ما سقحت بصوا بجد عايزه اقول لكم ان طعمها كان تحفه. الكميه اللي انا عاملاها دي عاملاها بربع كيلو لحمه، بس انتوا متخيلين بجد طعمها خطير ومشبع جدا وفاض، وكلت منه تاني يوم زودت عليه بس جنبيه حاجه صغيره طبق مكرونه وكلنا والدنيا قضيت يعني. بجد عايزه اقول لكم ان طعمها بجد تحفه، والمشروم ادالها تست وطعم حلو قوي. انا بحب المشروم جدا وخاصه الفريش، ما بحبش المشروم المعلب. وكمان سلقت الذرة، عملت كده ذرة جنبها، قطعت خيارة وحمرت بطاطس وبس. بجد الاكل كان تحفة. عايزاكم بقى تغششوني ايه السندوتشات اللي بتنجز معاكم وقت وما تاخدش معاكم وقت خالص في المطبخ وبتاكلوها بسرعة. وكمان عايزة منكم تشجيع وتكتبوا لي كومنتات وتشتركوا عندي في القناة وتشيروا قناتي وصفحتي علشان توصل لكل حبايبي يعني واصحابكم، وعايزاكم تدعموني وتقفوا جنبي الفترة دي. وهستنى رأيكم في الوصفة بتاعت النهاردة لو عجبتكم، عايزة رأيكم، ولو في اي خطوة عملتها غلط او في مكون اضيفه يعني تديها برضو قيمة وطعم حلو، ياريت تكتبولي يعني نغش من بعضنا. وبس كده اسيبكم في رعاية الله وباي باي.